السلام عليكم، فيديو جديد. نتمنى نلقاكم في كامل الصحه والعافيه. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مبروك ابشركم بالصحه والسلامه ان شاء الله. دابا قرب العيد، كنحتاجوا المشروبات وكنحتاجوا الخضار اللي ما كندخلهمش في العيد الكبير. من غير هادشي عندي واحد الوصفه، نقولوا عليها مشروب او نقولوا عليها شوربه ديال الخضار. انا غادي نسمي هذا مشروب ديال او عصير ديال الاخت ازهار، معنا في المجموعه ديال الواتساب. الله يجازيها بخير، هي اللي عطاتني هذه الوصفه وهي اللي قالت لي نسجلها معكم في القناه نفيدوا بها الناس ان شاء الله. هذه عباره نقولوا مشروب او نقولوا صراحه، يلا عطاتها لي البارح وجربتها جات رائعه، وحتى جربتها عاد غنتقاسمها معكم. هذا نقولوا مشروب او عصير كاسباتشو، معروف في اسبانيا. الاسبانيين كيديروه بزاف بزاف. المهم انا غندير معكم الطريقه كما عطاتها ليا الاخت ازهار، الله يجازيها بخير في هذا النهار، وشكرا على الوصفات اللي كتعطينا بزاف بزاف، كتفيدنا بزاف. ديك السيده داخله معنا في واحد المجموعه ديال الواتساب، الله يعطيها الخير. اول حاجه غنبدا بها، هنا عندي طرف ديال الخبز، هذا بالقمح وهذا بالشعير، بالزراره، بجوجهم مخمرين بالخميره البلديه، خبز طبيعي. انا غادي ناخذ هذا اللي بالشعير طريف غير صغير. انا غنعطيكم الوصفه كما عطاتها لي الاخت ازهار، وانتم ممكن تزيدوا ولا تنقصوا. غادي نضيف واحد الاضافه اللي بسيطه، غادي نحاول ندير له غير هكا، نقطعو غير صغيور هكا ونفزقو هو الاول. انا صراحه فاش جربته البارح ما درتش فيه الخبز، باغا نبدا واحد الحميه ناقصه شويه من هاد النشويات، وهذا ما باغاش ندير فيه الخبز. مي اليوم غادي نتقاسم معكم الوصفه كما هي. الناس اللي باغيين ينقصوا في الوزن وهذا، غندير شويه ديال الماء غادي نرطبو. الناس اللي باغيين ينقصوا في الوزن ولا ممكن تستغناو على الخبز. انا درتو البارح بلا خبز، عجبني بزاف. المهم انا بغيت نتقاسم معكم الوصفه كما هي، وانتم ديروها كما بغيتو. صراحه عجباتني ان شاء الله، وغادي نبقى نديرها لان قلت لكم غادي نبدا واحد الحميه غذائيه، غادي نبقى نديرها بلا خبز. المهم بالنسبه للمكونات، طريف ديال الخبز هانتوما شفتوا غير صغير. من الافضل يكون خبز كامل اما بالشعير او بالقمح، ومن الافضل يكون مخمر بالخميره البلديه. هنا عندي نص فلفله حمراء، عندي فلفله حبه ديال الفلفله خضراء، دابا راه بدات الخضر ديال الصيف كتبان. عندي جوج خيارات، عندي بصله. انا الاضافه اللي ضفت هنايا شويه ديال الخس، ممكن تستغناو عليه. الوصفه الاصليه ما فيهاش شويه الخس، انا درت غير دوك القليبات الداخل ديال الخس، راه درت كميه غير قليله. وعندي هنا 3 ديال الضريسات ديال الثومه. انا غنبدا ندير هادشي هنايا في الخلاط ديالي، كتقطعوهم عشوائيا. انا راه غسلت الخضره ديالي كامله، شي وحدين راني قطعتهم. الفلفله، الخيار، غنقطع كلشي عشوائي. والمكون الرئيسي في هذه الوصفه مطيشه. انا درت سوريز. انا البارح درت كميه غير قليله، صراحه عجبت حتى ولادي، لان جات واحد المذاق اللي زين. نقدر نقولوا شلاضه مطحونه. الناس اللي كيبغيو شلاضه راه ممكن نقولوا شلاضه مطحونه. غندير الفلفله وهذا الخس اللي درت هنايا. انا قلت لكم درت غير دوك القليبات الداخل ديال الخس. وعندي واحد البصيله، كنقطعوا هادشي غير عشوائي لان كلشي غادي تطحن. وانتم كديروا شويه الماء وكديروا يعني بغيتوها خاتره ولا بغيتوها. نكمل هاد الفلفله اللي عندي. انا عمرت الروبو لان البارح عجباتهم بصراحه. انا غادي نطحن غادي نكمل بعد المكونات. عندي 4 كاس ديال زيت الزيتون، وغندير 4 كاس ديال الخل التفاح. هذا خل تفاح منزلي دايره في هذه القرعه ديال تحلوت لان لونها خضر ما تيبانش. غندير حتى هو 4 كاس هكا. غندير شويه ديال الملحه حسب الذوق. غنهبط هادشي مزيان، راه ملي غادي تطحن غادي يهبط. غندير هاد الخبيز اللي عندي هنايا صافي، وغنزيد شويه ديال الماء وغنطحن المكونات كاملين. غنضيف شويه الماء. انا عندي الماء ديال الفلتر وكنديرو في هذه ديال الطين، درت غير شويه باش نساعد الخلاط ديالي انه يطحن ليا هاد المكونات. وغنطحن هادشي كامل ونرجع لكم ان شاء الله. وهذا هو العصير ديالي او الشوربه، ممكن تسموه كما بغيتو، كاسباتشو. نقدو ناخذوه كعصير منعش، ونقدو ناخذوه كشوربه. تقدموه في زليفه هكا
منعش. دابا جاي الصيف بنادم يبدل به، ممكن كشوربه هكا ونزوقو غير باوراق النعناع هكا، شي حاجه اللي منعشه كيجي زوين بزاف. وهذا هو الشكل النهائي ديالو، حتى المذاق ديالو زوين زوين بزاف. ممكن تزيدوا فيه اللي بغيتو تنقصوا، ولكن هذه هي الوصفه الاصليه اللي عطاتني الاخت ازهار، الله يجازيها بخير. منعش بزاف، غني بالاملاح المعدنيه، كيعطي طاقه لان فيه الاملاح المعدنيه. وهذا الناس اللي عندهم نقص فيتامين د زوين بزاف، الناس اللي عندهم فيتامين دي ناقص. نتمنى تجربوه بالصحه والعافيه. الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.